لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء للصف الخامس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا اليوم الدرس الثالث من الوحدة الثانية من قصص القرآن الكريم، قصة أصحاب السبت. بابا بصورة عامة القصص القرآنية كما ذكر الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، وأفضل القصص يقصها الله سبحانه وتعالى لنأخذ منها الدروس والعبر ونفهم أمور ديننا في حياتنا حتى لا نقع في نفس المعاصي والأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة. وتتحدث عن قصة أصحاب الكهف اللي هم مجموعة من اليهود اللي نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد السمك في يوم السبت، فاستخدموا الحيلة والمكر ولتحليل بعض الأمور وصيد الأسماك. فهذا موجود أيضا في مجتمعنا، منهم من يحتالون وخصوصا المتعاملون بالربا، ممكن أن يستخدمون كحيلة شرعية، يعني يبيعك فد شكليته أو كذا يعني ويعطيك الورق والدولار، وبالتالي يأخذ زيادة محرمة من الأموال بحجة أنه هاي القطعة من الحلاوة أو الشوكولاتة اللي نقول أنه سعرها هلقد دولار. يعني هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، الله لا يعلم بأن قيمتها ممكن تكون ربع دينار. فهذه حيلة ومكر يستخدمها البعض لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن الله يمحق الربا بكل أحواله. فلذلك يجب أن نأخذ الدروس والعبر من هذه القصص القرآنية. فلذلك سنتحدث عن القصة حيث قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طبعا يوم السبت هو معروف في اللغة هو بمعنى يوم العطلة، عطلتهم، عطلة اليهود كانت يا يوم السبت. هو كانوا يستخدمون هذا اليوم للراحة ولأداء العبادة، عندهم معابد خاصة ويؤدون العبادة في يوم السبت. وأيضا تتحدث هذه عن تاريخ بني إسرائيل الزاخر بالحوادث، يعني ايش قد صارت حوادث في زمن بني إسرائيل وقصص، وكيف أهلك الله سبحانه وتعالى منهم الطاغين. ويرتبط هذه القصة ترتبط بمجموعة منهم كانوا يعيشون عند ساحل البحر، يعني بالقرب من شاطئ البحر، وكما ذكر في الروايات بأنه البحر الأحمر المجاور لفلسطين في ميناء، يعني هسه موقع الحالي يسمى بميناء إيلات. وقد أمرهم الله تعالى على سبيل الاختبار والامتحان، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم وأن يمتحنهم، أن يعطلوا صيد الأسماك. يعني كانوا هؤلاء يعتاشون على صيد الأسماك، فنهاهم الله عن صيد الأسماك يوم السبت، ولكنهم خالفوا هذا التعاليم الإلهية فأصيبوا بعقوبة موجعة ومؤلمة. طبعا هؤلاء بني إسرائيل انقسموا إلى 3 فرق بعد أن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد الأسماك في يوم السبت. الفريق الأول كانوا يشكلون الأكثرية، يعني الأكثرية هم الذين خالفوا، اللي هم المعتدين هذا الأمر الإلهي. وعندنا الفريق الثاني هم يشكلون الأقلية، يعني العدد الأقل، والذين قاموا بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أكو عاصين معتدين، وفريق ثاني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والفريق الثالث الساكتون، دول جماعة شعلية المحايدون الذين لم يوافقوا العصاة، يعني هم ما اشتغلوا ويا العصاة ولم يعصوا الله ولا قاموا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هسه العذاب قد يشمل الأشرار والأخيار، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدار الحوار بين العصاة والفرقة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. دار حوار بيناتهم.
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر كانوا يأمرونهم بترك ذلك. فيقول الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذول العصاة قالوا للآمرون بالمعروف والناهين عن المنكر: أنتم ليش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ أنتم مو تعلمون أن الله مهلكنا، سينزل العقوبة، اتركونا خلاص. فدار الحوار بين العصاة والفرقة، فأجابوهم الآمرون بالمعروف، جاوبوهم أن هنا الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر بأننا ننهى عن المنكر لأننا نؤدي واجبنا اتجاه الله تعالى. فهذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي واجب إلهي، على واجب أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أولا. اثنين: ونأمل أن يؤثر كلامنا في قلوبهم فيتركوا ويبتعدوا عن الطغيان، حتى عسى وأن ينتفعوا بالكلام ويتركون هذا الأمر. فلم يستجيبوا، فقال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلم يستجيبوا للآمرين بالمعروف، فنزلت عليهم العقوبة الإلهية. طبعا في الروايات أن هؤلاء أصحاب السبت استخدموا الحيلة في صيد الأسماك عندما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد الأسماك في يوم السبت. فكانت ابتلاهم الله واختبرهم، فكانت الأسماك تأتي في يوم السبت، الحيتان اللي هي بمعنى الأسماك، فكانت يوم السبت تأتي بكثرة، وبقية الأيام ممكن تنعدم أو قليل من يأتي منها. فماذا فعلوا هؤلاء؟ استخدموا الحيلة، حيث كانوا ينصبون شباكهم قبل موعد السبت ويخرجون الأسماك، يعني ينصبون السنارات والشباك، أو في رواية أنهم حفروا حفر في الأرض وكانوا يفتحون الماء فتتجمع بها الأسماك، فيخرجون الأسماك في اليوم التالي في يوم الأحد، بينما إن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك ولكنهم لم يستجيبوا. وعندما أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر الفرقة التي أمرتهم فلم يستجيبوا، فهنا أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العقوبة الإلهية، حيث مسخهم. المسخ في القرآن الكريم بمعنى تغيير الشكل الإنساني من صورة إنسان إلى صورة حيوان، أي أن الله سبحانه وتعالى مسخهم على شكل قردة وخنازير. البعض يسأل أو البعض يتكلم بكلام غير صحيح، مثلا يقولون القردة والخنازير اللي موجودة عندنا حاليا هي من ذرية هؤلاء، عندما مسخهم الله فتوالدوا، والقردة والخنازير اللي موجودة عندنا حاليا بأنه يدعون بأنها أولاد هؤلاء الفرقة من بني إسرائيل اللي مسخهم رب العالمين، لكن هذا الكلام غير صحيح. فالمسخ عندما مسخهم الله وغير أشكالهم إلى حيوانات قردة وخنازير لم يستمر لبضعة أيام، يعني بقوا أيام على هذه الحالة، وبعدها أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أنزل عليهم العقوبة فأهلكهم جميعا. وهذا العقاب لم ينجو منه إلا المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فهذا كل ما يتعلق بقصة أصحاب السبت العفو، فتحدثنا عنهم. ما هو الأمر الذي نهاهم الله عنه كملخص عن صيد الأسماك في يوم السبت، وانقسموا إلى 3 فرق: فرقة معتدية، وفرقة مؤمنة، وفرقة ساكتة. المعتدية اللي ارتكبوا المعاصي وبدأوا بصيد الأسماك ولم ينتهوا عما نهاهم الله. الفرقة المؤمنة اللي كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الساكتة الذين لم يشاركوا في المعصية ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، اتخذوا موقف الحياد. النتيجة بأن الله عندما نهاهم واستخدموا الحيلة أنه أنزل العقوبة المؤلمة والموجعة عليهم بأن غير أشكالهم على شكل قردة وخنازير، أي مسخهم، وبعد ذلك لم تستمر هذه العقوبة إلا لمدة أيام ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهذا جزاء كل من يعصي الله سبحانه وتعالى ويرتكب المحرمات ولم يلتزم بطاعة الله ويعمل بما نهاه الله سبحانه وتعالى. فإذا
نأتي للقصة على طريقة السؤال والجواب كما ورد في الكتاب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، اللي مقصود بهم اليهود، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وهنا اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله، فهذا أمر لأصحاب الكتاب لبني إسرائيل ألا يكون مصيرهم أنهم ملعونين من قبل الله والملائكة ومطرودين من رحمة الله كما لعن الله أصحاب السبت بسبب معاصيهم، فليلتزموا طاعة الله وليؤمنوا بما نزل إليهم من الكتاب. معنى الآية. طيب، السؤال الأول: ذكر الله تعالى أصحاب السبت في عدة من السور القرآنية، يعني جاءت ذكر قصة أصحاب السبت مو في سورة واحدة من سور القرآن، وإنما في عدة سور. ما هي ومن هم أصحاب السبت وما قصتهم؟ ذكرهم الله تعالى في سورة البقرة وفي سورة النساء والنمل والأعراف تفصيلا. 2. أصحاب السبت اليهود، إذ حرم الله عليهم العمل في يوم السبت وصيد الأسماك. قصتهم: حرم الله على اليهود العمل في يوم السبت ونهاهم عن صيد الأسماك فيه، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم ويبتليهم بسبب فسقهم وعصيانهم ليكشف الستار عن حقيقة نفوسهم المتصفة بالضعف والخداع. فكان السمك يأتي بكثرة ظاهرا على وجه الماء قريبا من سطحه في يوم السبت، على خلاف سائر الأيام، يعني بقية الأيام ما يجي. بطريقة ما ظهرت حقيقتهم وطبيعة أنفسهم التي جلبت على الاحتيال والغدر. احتالوا وغدروا ونكثوا العهد والانسياق وراء الأهواء والأطماع، فكانوا يحجزون السمك في يوم السبت بطريقة ما وينشلونه يوم الأحد محتجين على جواز عملهم، يعني استخدموا الحيلة بأنها على أساس أنه حيلة شرعية، أنهم لم يستخرجوا يوم السبت وإنما يستخرجونه يوم الأحد، فكانوا يحصلون من ذلك الطريقة على أموال طائلة. ثم إن القوم انقسموا إلى 3 فرق. فرقة ظالمة معتدية هي التي لجأت إلى الاحتيال في صيد السمك فتجاوزت بذلك حكم الله واقترفت المعصية كما تحدثنا. فرقة مؤمنة هي التي تحملت المسؤولية قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوعظت العصاة حذرتهم من مغبة ارتكاب هذا العمل. فرقة ساكتة هي التي امتنعت عن الصيد ولكنها تركت العصاة وشأنهم واكتفت بموقف المتفرج. ما عقوبة من تمردوا في الفساد وتركوا ما نهوا عنه؟ شنو عقوبتهم؟ بأنه الجواب: مسخهم الله على هيئة القردة. السؤال الرابع: لماذا استمر الواعظون بالموعظة مع علمهم أن هؤلاء لا يستجيبون لهم؟ هم يعرفون أن هؤلاء ما يستجيبون ولكن استمروا. أولا الجواب: إنه فرض على المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يلاموا وينسبوا إلى التقصير في النهي عن المنكر. 2. لعلهم بالوعظ والإنذار يتقون الله تعالى ويرجعون إلى طاعته ويمتثلون إلى أمره. ما هي أهم الدروس والعبر من القصة أو النص؟ أولا: إذا أنعم الله على أمة أعرضت عن شكره تعرضت للبلاء والعذاب، فالنعم تحتاج إلى الشكر. 2. عدم مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في القول أو العمل. 3. وجوب طاعة أوامر الله وعدم التسويف والمراوغة في امتثال أوامره. 4. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد نجى الله سبحانه وتعالى النهيين عن المنكر وأهلك أصحاب الأعمال المنكرة. تم شرح قصة أصحاب الكهف بحمد الله وشكره، فالحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ودعواتنا لكل أبنائنا بالتوفيق والنجاح الدائم في حياتهم ومسيرتهم العلمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.